عليكم عليا حلفان، هاين عليا انزل اجيب صندوق ساقع على حسابكم عشان انا معيش فلوس واوزعه على الاهلاويه كلهم. حد يجي يقول لي هو صندوق الساقع هي هيكفي الاهلاويه كلهم؟ كل واحد ياخد له بق. امام عاشور رجع تاني. انا هطب من ده انا هطب ده انا قمت شلت اختي ولفيت بيها الشقه. عوده الاسد اللهم لا حسن. حبايب قلب خوخ، هكمل الفيديو بالنضاره عادي، انا ده الاتيتيود بتاع النهارده. تعالوا اقول لكم اخر اخبار النادي الاهلي قبل السوبر المصري، وكمان اقول لكم قصه عوده امام عاشور وحسين الشحات، وايضا هقول لكم مواعيد مباريات السوبر المصري بعد تعديلها وتجديدها، عشان خاطر هم كانوا محددين مواعيد وجددوها وعدلوها وبقت مواعيد تانية خالص. الفيديو ده اخر اخبار النادي الاهلي وامام عاشور وحسين الشحات قبل السوبر المصري ان شاء الله. طبعا كلنا عارفين ان السوبر المصري النادي الاهلي سوف يواجه سيراميكا كيلوباترا، اللي ان شاء الله باذن الله هنبلطهم، اقسمت بالله ان شاء الله على المحار يوم الخميس. الساعه كام بقى يا خوخه؟ الساعه 5. الماتش كان 4:15، دلوقتي بقى 5 بتوقيت القاهره. اللي هيجي في الكومنتات يقول لي 5 بتوقيت الصيفي ولا 5 بتوقيت الشتوي، ملوش عندي غير حاجه واحده، البلوك، عشان مش ناقص. بقول لكم الساعه 5 بتوقيت مصر، شتوي صيفي انا 5، وفي حاجه غلط هقولها لكم ما تعصبونيش. فان شاء الله النادي الاهلي سوف يواجه سيراميكا الساعه 5. بينما في نفس اليوم الخميس ده يوم كروي خالص، سوف يواجه نادي الزمالك بيراميدز. الساعه كام يا خوخه؟ يلعبوا الساعه 7:30، الزمالك وبيراميدز. طبعا البطوله في الامارات، انا ما بيعلقش الفيديو، البطوله في الامارات. النادي الاهلي هيلعب على استاد هزاع بن زايد. الاستاد ده انا بحبه، وشه حلو على النادي الاهلي زي رادس في تونس. فالعب يا اهلي ودوس على الوش. هزاع بن زايد زيه زي التتش، اخبط على الكلام. طيب ان شاء الله باذن الله كسبنا يوم الخميس. النهائي هيبقى يوم ايه؟ النهائي هيبقى يوم الاحد 9 نوفمبر. تحديد مباراه المركز الثالث والرابع، يعني زي ما احنا عارفين اللي هيكسب من هنا واللي هيكسب من هنا هيلعب على الاول والثاني، واللي هيخسر من هنا واللي هيخسر من هنا ان شاء الله هيلعبوا على الثالث والرابع. هم 4 فرق، مش محتاجه فزلكه. يوم ال 9 نوفمبر هو يوم تحديد مباراه المركز الثالث والرابع، هتبقى الساعه 4:45 دقيقه. طب والنهائي ان شاء الله النهائي هيبقى 7:30. بصوا خلينا في يوم الخميس وبعد كده نشوف النهائي. طيب تعالوا بقى نقول اخر اخبار النادي الاهلي كده في الامارات. جمهور الاهلي في الامارات صحصحوا معايا، ابوس ايديك وصحصحوا معايا وفوق، احنا محتاجينكم في طلعه. طبعا حد هيجي يقول لي هو انت طالعه عماله تتكلمي عن الاهلي مبسوطه، لسه شتماه، لسه قايله دول بتاع لا يا حبيب قلب خوخه، انا ادعى ابني واكره اللي يقول امين. انا براحتي اعمل اللي انا عاوزاه، ده فرقتي ولاعيبتي اعمل اللي هم عاوزين، هم متقبلين الكلام مني. لكن اللي بصوا بقى، شوف واحد بيتكلم عن النادي الاهلي وحش ولا لعيبه النادي الاهلي وحش من شعر ومرمط. انا لسه حالمه امبارح ان انا جايبه واحده من شعرها ان هي غلطت في الاهلي، اقسمت بالله ما بكذب، ده انا مجنونه. امام عاشور النهارده شارك في التدريبات، وزي ما انتم شايفينه طاهر حضن، وكلنا موت طاهر محمد طاهر. واي بني ادم بيشتم في طاهر محمد طاهر ابوس ايديه ارحموني عشان انا تعبان. دلوقتي بندعم، ده موتنا كلنا. طاهر حضن امام، احنا كلنا موت طاهر. كل لعيبه النادي الاهلي حبايبنا. دلوقتي احنا بندعم، عندنا ماتش مهم، النادي الاهلي بتاع الصعاد. النادي الاهلي مجنون زي يبقى قاعد طول السيزون، اقسم بالله طول السيزون وطلع عينينا، نيجي في الماتشات المهمه بوم طخ الناس بيتجلطوا مننا. فاحنا بتاع الصعاب يا ادعم فريقك كده وادعم لعيب. انا بعد ما اتجلط ما علينا، شارك في التدريبات. وفنيا امام عاشور بدنيا جاهز للمشاركه في المباراه. والمصحف زي ما سمعتوا الفيديو ما بيعلقش، امام عاشور جاهز لخوض المباراه. ولكن الجهاز الفني مش هيلاعبه، هيخاف عليه يا جماعه. هو برده بقاله كتير ما بيلعب، بقاله 75 يوم تقريبا. مشاركه امام عاشور من عدمها في يد انكل يستروب. حد هيجي يقول لي ان هو يلعب مش هيلعب، والله اسالوه، قالوا انكل يستروب. انا مش بنت اخت، الاثنين بس عينينا ملونه، لكن انا مش بنت اخت قريبي. طب حسين الشحات يا اخوخ، حسين الشحات انا مش فاهم، انا لاقياه في التمرين، في ناس لسه بيقولوا قدامه 15 يوم. طب هل حسين الشحات كان في التمرين بيعمل ايه النهارده؟ ممكن يكون بيعمل تدريبات تاهيليه، لكن اللي انا متاكده منه ان هو مش جاهز. والله لو عملت لنا مفاجاه ولقيناه جاهز، اقسمت بالله خدنا عين. والله العظيم قعدتوا تتريقوا عليا، قعدت اقول لكم النادي الاهلي يضحي، احنا واخدين عين. شفتوا لما امام عاشور ضحى وتريزيجيه ضحى، كذا واحد من اللعيبه ضحى معانا ازاي. انا من رايي كابتن محمود الخطيب، والله العظيم سيبك من جو المدربين وجو الكلام ده كله، على بوابه النادي ضحي وخمس. اسمع كلامي وخدني على قد خدني على قد ضحي وخمس. جيب شيخ يقرا كده ربع ونولع بخور وملح ونلمه كده في التك، واللعيبه تشرب ميه كورونا بقى زي الفل. واخدين عين، مفيش مبرر غير كده. انا احسن لعيبه في مصر، لعيبه دوليه، لا كلها لعيبه منتخبات، مش عارفين نكسب، دي عين.
زيزو بيشوط ضربات الجزاء في حياته ما ضيعها عين. حسام عاشور طار من العين. امام عاشور اول 5 دقايق في كاس العالم للانديه ما بقاله 75 يوم ما بيلعب عين. اسمعوا الكلام مني ما تراجعوه. امام عاشور جاهز، ممكن ياسي يشاور له كده هتلاقوه في الملعب. حسين الشحات ما اعتقدش. طيب نادي الاهلي النهارده مره جو جميل وهادي والدنيا هص هص. محمد الشناوي لم الفرقه. ده دورك يا شناوي، انت القائد. بوس ايدك بوس ايدك اقول كلام بيتحسب عليا. بوس ايد من الفريق. قعد معاهم كده واتكلموا. واثقه في لعيبه النادي الاهلي، واثقه ان شاء الله هنكسب سيراميك وهنصعد للنهائي. ده مفيش حل. بصوا انا والله واثقه في لعيبه النادي الاهلي، والله على قد ما بيجلطوني بس انا واثقه فيهم. لعيبه النادي الاهلي لما بتعوز تعمل حاجه يلا فبجد يعوزوا بيعملوها فبيعملوها. انا واثقه ان اللعيبه هتلملم نفسها وهيبقوا راهنين عاوزين يفرحوا الجمهور، وان لعيبه النادي الاهلي بتاعت الحاجات الصعبه. فوالله العظيم كل الدعم والتوفيق للنادي الاهلي ورجاله النادي الاهلي. السوبر بتاعنا الفيديو معلق. كابتن سيد عبد الحفيظ بالمناسبه سافر لهم على فكره. كابتن سيد عبد الحفيظ وصل. كابتن خالد مرتجي كان رئيسا للبعثه، ولكن سيد عبد الحفيظ وصل هنا. هم بيخافوا من كابتن، اذا كان انا بخاف من كابتن سيد عبد الحفيظ. جمهور النادي الاهلي اللي في الامارات بصوا لعلعوا على قد ما تقدروا. انا عايزه اشوفكم كده مروحين بيوتكم صوتكم رايح. حبايب قلب خوخه، دي كانت اخر اخبار النادي الاهلي قبل السوبر اول الماتشات الخميس القادم. وخرك يا مام جيب ملح كده ورشه. عايزه اقول بقى توقعاتي سريعا، يعني ان شاء الله النهائي هيبقى ما بين الاهلي والزمالك. نادي الزمالك كعبه عالي على بيراميدز، ده بجد والله مهما كان اللعيبه. نادي الزمالك كعبه عالي على بيراميدز، مش بقر ولا بحسد، انا اقسم بالله بتكلم بجد يعني كرويا. نادي الزمالك كعبه عالي على بيراميدز، فانا متوقعه ان النهائي ان شاء الله هيكون ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك، وامام عاشور يعود ويجيب جون زي يعني قاضيه يقفل لهم النادي 6 شهور. كل التوفيق للنادي الاهلي، مش وقته تحفيل الله يخليك. اسكتي بقى.